ده الجيل اللي نشأ على أغنية مفيش صاحب بيتصاحب ومفيش راجل بقى راجل. ده الجيل اللي نشأ وقدوته إبراهيم الأبيض وعبده موتة والألماني وحمو بيكا وشاكوش وكزبرة. بذمتك ده جيل يقدر يشتغل وينتج ويفيد بلده في أي مجال؟ سؤال، الجيل اللي بالمنظر ده لما يتجوز ويخلف هتبقى المحصلة ايه؟ الجيل اللي زي ده عمره ما هيبني وطن. قالوا زمان الإنسان لا يكون إنسان إلا إذا رباه إنسان. كنا بنسمع زمان كلمة عيب ياض عمك، عيب خالك، عيب جارك. دلوقتي ما عادش فيه لازم وغلط والمفروض وما ينفعش. كنا بنقول حاضر ونعم، دلوقتي إن شاء الله. كان الكبير ما ينفعش تتقدم عليه لا في مشي ولا في كلام ولا في رأي، وما ينفعش ترفع صوتك قدامه ولا قدام أي حد وهو موجود، وما ينفعش تحاسبه حتى لو كان غلطان. لما كنا بنشوفه فتافيت عيش على الأرض كنا نوطي ونبوسها، كنا بنقدر النعمة ونخاف من زوالها. كنا بنحلف بالعيش والملح. تسأل الواحد من دولت تقول له انت ازاي سايب بنتك طالعة باللبس ده؟ يقول لك يا عم سيبها تلبس اللي نفسها فيه، ده لسه صغيرة. يا عم سايب ابنك سهران لحد دلوقتي ليه؟ يا عم ده فترة مراهقة وهتعدي. اهو الجمل اللي زي دي بسببها ضيعت جيل كامل. زمان كانت الجدعنة احترام وأدب في أسلوب الكلام والمظهر والسلوك. زمان كانت الجدعنة السند اللي لما تقع في مشكلة تلاقي اللي واقف في ظهرك. الجدعنة دلوقتي تبقى فاتح صدرك ولابس سلسلة وألفاظك تدل على إنك حشاش بامتياز. دي الثقافة اللي خد عليها محمد رمضان الدكتوراه، ورسالة الدكتوراه بتاعته يستحقها بجدارة. وعلى فكرة مش هو لوحده، حمو بيكا كمان دكتور، وعمر كمال دكتور، وشاكوش دكتور. رسالتهم نجحت نجاح باهر في كسر وتحطيم الذوق العام، وخلق جيل جديد معدوم الحس، لا بيسمع ولا بيشوف. قال أحد الأصدقاء يوما: اللي اتسرق من مصر مش مال وذهب وأرض وطين، اللي اتسرق من مصر أخلاق وأصول ودين، اللي اتسرق عقول ولادها الطيبين. انتوا مش ضعاف ولا تافهين، انتوا بس اتعودتوا على التفاهة، ومن كتر ما اتعودتوا عليها نسيتوا القيم الجميلة اللي اتربينا عليها. عليه العوض ومنه العوض.